فمره رحت بعرض المسرحيه وفجاه داخل في شارع ما شافش حاجه بالاقفاص والبتاع والحاجات دي. ف- الناس ما سقفتش. وبعدين حاجات بتقع وبتاع، الناس بتضحك، الناس ما ضحكتش. وبعدين بروح اكلم الارانب في قفص الارانب، الناس ما ضحكتش. يطلع الاسد وابص اقول الله اسد، ده انا بخاف من الكلب، الناس ما ضحكتش. في ايه؟ ده جمهور ستاوي ده ولا ايه؟ مغشوش. فلقيت كل بقى زمايلي اتلموا في الكواليس واعيين من الضحك عايزين يعرفوا انا هعمل ايه. ببص كده في الصاله، لقيت الصاله كلها صفرة، عساكر، جند امن مركزي كويتيين، بدو. الكويتة نفسهم بتوع العاصمه ما يعرفش، يعني ما يفهموش لغتهم كويس. فمش فاهمين. عباره عن عساكر جابوهم حطوه في الحته دي، لا عارفين ده ايه ولا ايه الحته دي ولا مين ده ولا ايه ده ولا في ايه. طب اتصرفت وقتها ازاي؟ يعني هقول لك بقى، جالي نوع من الاصرار والتحدي ان انا لازم اضحك الناس دي. لازم تضحك الناس دي؟ لان المفروض هو ده خدك ما يعرفكيش. ما يعرفكيش عايز، فلازم اضحكه. اجيبه كده اروح مش عارف فين بتاع، ما فيش. انا متغاظ طبعا ومتضايق وزعلان وعايز الناس تضحك، لان الضحك هو رتم الكوميديا. يعني ايه متعود على كل يوم بقول افيه والناس ما فيش. لغايه ما رحت المشهد بتاع الاوضه وانا معايا كيس الخيار وبطلع الايه الخياريه طبعا. لقيت 4 ضحكوا، رحت قافش فيهم. الحمد لله. فهموها ازاي؟ فضلت معاهم بقى. انا عملت سواريه من احلى السواريهات اللي عملتها في حياتي. بقيت اجيب الناس دي كده كده، بس كمان الايه الكوميديا زي الكوره، فيها سكرو، فيها جوان، وفيها سكرو، فيها حرفنه فبقيت اجيب الناس دي كده وكده، بقت الناس واقعه من الضحك. انا قلت اصل مش ذنبهم انهم ما يضحكوش، لازم انا اضحكهم، لان مش ذنبهم انهم ما يعرفوش مين عادل امام.